ودول كانوا متسابقين نص الاسبوع. الحقيقه احنا بقينا نعمل مقابلات مرتين في الاسبوع علشان الضغط بقى كتير في المتسابقين، فاحنا نعمل مره في نص الاسبوع ومره في اخر الاسبوع. احنا معانا النهارده مفاجاه، هي الاستاذ سيد الشاذلي، اهلا يا استاذ سيد، النقيب العام للنقابه العامه لوسائل الاعلام. النقابه هتبقى ليها دور معانا في الاشراف على المسابقه، وكمان هيبقى ليها دور معانا في ان احنا ان شاء الله هنعمل اكاديميه لتعليم التمثيل والاخراج والتصوير والمونتاج، وهنعمل حاجات كويسه قوي الايام الجايه بالاتحاد مع النقابه، قناه فضول مع النقابه. فاستاذ سيد اتفضل بقى حضرتك قول كلمه. طبعا شرفت النهارده ان انا وجدت مواقف كبيره جدا، وايمانا بدور النقابه العامه لوسائل الاعلام، وإيمانا بالدور اللي بتقوم بيه قناه فضول لاكتشاف المواهب. قررنا عمل هذه المسابقات والاكاديميه لاكتشاف المواهب وتقديمها للجمهور تحت اشراف النقابه العامه لوسائل الاعلام، لان لو كل نقابه قامت بدورها في اكتشاف في تنميه المواهب وتوفير الخدمات لاعضائها، ما كانش النهارده بقى في مصر في حاجه مطالب فئويه ولا احتجاجات اعتراض على اي شيء. والشباب كمان يا والشباب، لان لازم استيعاب الشباب وقيام النقابات بدورها لاستيعاب هؤلاء الشباب وتوفير كل شيء بالنسبه لهم، حتى اللي عنده موهبه، حتى اللي نجده عنده موهبه لازم تقدمها. لازم يكون هناك قنوات شرعيه لخروج هؤلاء تحت مظله شرعيه داخل الدوله. وكمان انا عايزه اقول حاجه، احنا في ناس كانت بتتكلم او بنقابل ناس في الشارع بيقولوا ان في بعض الاصوات مش حلوه بتطلعها ليه. انا عايزه بس اقول للناس دي ان الناس اللي اصواتها اللي هم مش شايفين ان هم صوتهم مش حلو، دول بني ادمين ومن حقهم ان هم يطلعوا موهبتهم. حلوه وحشه اللي تحكم عليها اللجنه ان شاء الله على المسرح، او حتى لو موهبته وحشه ايه المانع ان احنا ننمي له موهبته، نعلمه فوكاليز، اللي مش قد كده في التمثيل يتعلم تمثيل عشان نأهله بعد كده، لان القناه هتنتج بالاتحاد مع النقابه طبعا هتنتج سيت كوم وهتنتج افلام. الشباب ده وخصوصا شباب الاقاليم مش لاقي ان حد ينمي موهبته ويقف جنبه. وعلى فكره يا استاذ سما انا عاوز اقول على حاجه، انتاج الافلام او انتاج كذا سيخصص منها جزء لصندوق تحيا مصر دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل الذي انقذ مصر، لان الشعب المصري كان في اسر، كنا مأسورين، والذي فك اسرنا هو المشير عبد الفتاح السيسي والجيش بتاعنا طبعا، والشرطه بتاعتنا والقضاء، كل ده طبعا. فانا كل الدعم الكامل للسيد الرئيس والجيش المصري والشرطه المصريه، كل الدعم الكامل لكل مؤسسات الدولة، وكل الدعم الكامل لجميع المشروعات التي تتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اوكي، وان شاء الله احنا هنفضل نستمر في مقابلات الناس. طبعا الرقم قدامكم على الشاشه زي ما انتم شايفينه. احنا دلوقتي عرفنا ان في مظله شرعيه للمسابقات والاكاديميات اللي احنا بنعملها، اللي هي الهيئه النقابه العامه لوسائل الاعلام اللي بيشرف عليها السيد النقيب سيد الشاذلي. وان شاء الله الايام الجايه احنا مستنيينكم، اتصلوا يلا علشان تشتركوا معانا في مسابقه ضم. يلا مستنيينكم. نموت في اليوم 200 مرة، نعيشها حلوة ومرة، نشوف بكرة من امبارح ويصبح حلمنا ذكرى. وحشني رد عليا ازيك سلامات، وانا احبك قد عينيا والعمر في حبك فات. سلامات 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 يا وحشني. بدي احكي لك عاللي في قلبي، واقول لك عاللي سهرني، واقول لك عاللي بكاني، واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني، وعزة نفسي منعاني. على كل لون شفتك يا دنيا ما تدريش، وما تعمليش فيها البريئة ما تديش، ليه واقفة ضدي في كل حاجة عملتها.
هي اللي بتبعد قبل ما تبعد. اسألني إن كنت أنا هقدر أعيش وأنت بتبعد. ضيعت كتير من الوقت كتير وأنت بتبعد، وبتترجى لي إن أسامحك. فكرك هبعد، فاكراني نسيت ولا عمري نسيت؟ ده العمر معاك، وإن كنت نسيت يوم على قلبي عمري ما أنساك. لسه بتتكلم، خد إيدي وسلم. قرب يا حبيبي، احضني يا حبيبي، ده أنا بتقلب. مالك يا مالك؟ فاكراني؟ كاتب يا ناس أنا برقية بهني فيها الداخلية وعودة الشرطة عافية مع الجهات الأمنية. محلى الشارع المصري يا ناس عب طبيعته وباستقرار. أهلا أهلا بالداخلية، كل الشرطة 100%. من قال إن الشرطة غريبة دايما منك هي قريبة، من حادثة لسرقة لغيرها، قتل خناق مين يحميك؟ غير الشرطة مين يداويك؟ غير الشرطة مين يداويك؟ مهما هنبعد أو نتباعد جه اليوم اللي ابن توعد إن إيدينا تخدم بعض، بدل الشرطة نخاف على بعض، والشارع المصري يعود بطبيعته، الكل يعيش بسلام وأمان. ليه على الشرطة يا ناس بالنوم؟ كله يصحى يا ناس من النوم، الله يكون كده في العون. ليه على الشرطة يا ناس بالنوم؟ شوفوا حامية كام مليون، طول عمرنا عايشين إخوات. قولوا لمصر، قولوا لمصر أم ولادي، الحرية عليكي بتنادي، شايف الجنة كده قصادي، مهما أذوكي كل الخاينين، مهما أذوكي كل الخاينين. قولوا لمصر، قولوا لمصر أم الجدعان، خاين بينا ملوش مكان، والعيش والملح عليه يتهان، والعمر العشرة فيه تتصال. قولوا لمصر أم الجدعان، قولوا لمصر أم ولادنا، مصر هتخلص من الخاينين، واللي حرقنا واللي قتلنا دول إرهاب تجار الدين. قلنا ولاب الفتنة معاهم ومفرقين بين دين ودين، ده احنا فيكي دايما واحد، مسلمين ومسيحيين. طب بص لهم كلهم فين؟ كلهم دلوقتي بقوا مساجين. قولوا للإرهاب والله كفانا، مصر شبعت منكم خيانة. قولوا كمان الناس تعبانة، واسألوا بلدنا لفين واخدانا. مصر بلد الفخر، مصر هي الأساس، مصر بلد العز، مصر ساب التراب. أعشقها وأعشق كل من حاميها، وأعشق كل فرد صان العرض فيها، لأنها أم البلاد. فحفرنا لها الترع والكباري، وبنينا لها المنشآت، وحفظنا لها على المعابد، وحفظنا لها على الأهرامات، لأنها أم الحضارة. أقولها بكل فخر واعتزاز، أنا بحب بلدي أكتر ما بحب المال. عبد الناصر بنينا السد، وزرعنا نتج بجد، والفلاحين بقوا زي الورد، ورجعنا سينا بكل جهد. فما تزعلش من اللي حصل في سيناء يا شعب، اقف مع الجيش واقبض على الإرهاب. والله يا حبيبتي غصب عني شغل شغل ايه يا اخويا لحد الساعه 2 الصبح ده؟ شغل يا حبيبتي. اعمل ايه طيب؟ تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ سايب بيتك ومراتك طيب. وعيالك طيب. وحالك ومالك وعمال تتمسخر مع اصحابك. مش عندي عملاء وعندي مواعيد وعندي شغل. عملت ايه اللي بيقعدوا لحد وش الصبح لا دول؟ حول ولا قوة الا بالله. حلو كده اعمل معاك تاخدني ايه على طيب؟ مين؟ بقول لك ايه، النظام ده ما ينفعش معايا أنا هسيب خالص. لك البيت وامشي، هسيب لك ومالي البيت يا وامشي، حبيبي؟ شغال يا امشي يا عجبي. حبيبي، خد الباب في ظهرك. يلا ماشي يا خلاص، اخويا، خلاص. يلا يا اخويا شوف وشك بخير. أنا اللي قلت لقلبي يا قلبي خليك بعيد عن عشق النسوان. أعشق إزاي يا ناس وأنا فقير الحال، وأنا في يوم بتمشى ما بين جناين الورد والبستان، وعيوني جات في عيون غزال. اوعاك يا قلبي للعشق تكون ميال، اوعاك يا قلبي للعشق تكون ميال. أعشق إزاي يا ناس وأنا فقير الحال. قالت لي أنا ليك للعشق ميال، قلت لها أعشق إزاي وأنا فقير الحال. قالت لي خدني معاك وأعيش ليك خدام، لكن القلب جبار لا بيعرف يختار ولا بياخد قرار. القلب جبار والعشق طال بيني وبين الغزال. بقول له تسكن وين يا غزال؟ قال لي ماليش في الجناين عنوان. والعشق طال بيني وبين الغزال، والعشق طال بيني وبين الغزال. الغزال يا ناس اللي كان يومات بيستناني، غاب عني ولا جاني، ساعتها العقل مني غاب.
معاكم كده، قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل أكتر من كده. شايف عيون ما بيناموش وناس كسرهم حزنهم، عشان فاتوها ما يعرفوش غير نار بتسكن حزنهم. الناس وشوشهم محبطة ولا عذاب متثبتة، مشلولة الإيد واللسان لا عايشة ولا ميتة. أبويا وأمي فقدوني وأنا الابن الوحيد ليهم، مفيش غيري يرعاهم والدنيا منهم سرقتني. رمتني الناس ما تعرف خير وقلوبهم ليا مليانة شر، عرفوا حياتي اللي عايشها وشافوا الدنيا اللي أنا فيها، عرضوا عليا أكون منهم وأدوس على ناس وأصبيها. يا دنيا ليه قاسية كده، فيكي دخلت ولا اتسأل، تهت وغرق ليه كل ده، سايبك خلاص منك زهقت. لأن مصر أمينة مذكورة في القرآن، وطالما فيها رجال يعادوا إلى الشرار، هنحط الإيد في الإيد وهيبقى في إصرار، عزيمة وحب لمصر علشان خاطر الأديان. ما تقولش إيه شدتنا مصر، اعمل لبنا الكيان. يا حبيبتي أكد لك الربيع أن يستضيف خدودك، وفي الصباح الشمس تطل على عيونك، والندى على الأوراق لك ملتهب يا حبيبتي، ولذلك اخترت بابا من أبواب الحب لك. المقابلات بتاعت المجموعه اللي جت الاخيره من متسابقي دومتك، وان شاء الله هانت المسابقه قربت تبدا على المسرح. يلا كل اللي ما اتصلش ونفسه يتصل ويشارك معانا في مسابقه دومتك يتفضل يتصل بينا في الرقم اللي ظاهر على الشاشه عشان يلحق دوره علشان يطلع بعد كده على المسرح. وبقول تاني كل اللي اشتركوا هيطلعوا معانا على المسرح، مفيش حد مش هيطلع، اوكي؟ ولجنه التحكيم هي اللي هتحكم انهي الاصلح، وان شاء الله هنوصي على كل الناس عشان احنا نفسنا كل الناس تنجح. مستنيينكم، باي باي.